السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى هنعمل مع بعضينا الرقاق الطري. عملنا مع بعضينا الرقاق الناشف بمية وملح ودقيق، بس هنعمل برضو الرقاق الطري بمكونات على قد الايد، وبكيلو دقيق ب16 جنيه هنعمل كيلو رقاق. شو بره هيكلفك كام؟ يلا بينا نشوف المقادير ونشوف هنحضر ايه. هنا يا جماعة أنا معايا من البيت كوباية لبن، وحطيت معلقتين سمنة عليهم حبة زيت، يعني كوباية إلا ربع. بس كده، يعني كوباية لبن وكوباية إلا ربع سمنة على زيت، وكيلو الدقيق بتاعي ورشة الملح وحبة المية. ده الرقاق الطري. غير الرقاق الناشف، الرقاق الناشف احنا بنعمله ايه؟ دقيق ومية ورشة الملح، لكن الطري هنزود له حبة كوباية اللبن دي، وكوبايه الا ربع سمنه على زيت عشان يخليه طري ويديله طعم حلو جدا. والله يا جماعه بتاكلي فطير تحفه. هتتعاملي معاه معامله كذا حاجه، هقول لكم هنستغل الرقاق الطري دوت في كذا وصفه. انا هنا حطيت كيلو الدقيق بتاعي وعليهم رشه الملح، ونزلت بكوبايه اللبن. بنزل ايه بالسوائل المهمه الاول، وهجيب كوبايه ميه وهبتدي بقى انا ايه اعجن العجينه بتاعتي. هقلب. مش عايزه اكتر في السوائل قبل ما احط السمنه والزيت، لان هي يا دوبك هتاخد كوبايه اللبن وكوبايه الميه وكوبايه كوبايه الا ربع السمنه اللي على زيت. بصوا هبتدي بقى اعجن، تعجنيها كويس جدا. طبعا دي ولا فيها خميره ولا فيها بودر ولا هنسيبها تتخمر ولا اي حاجه، عجينه مفيش اسهل من كده ولا اوفر من كده. طبعا يا جماعه كل دي حاجات من بشاير العيد، بنقول يلا هلة بشاير العيد بقى، الرقاق الناشف والرقاق الطري وكل حاجات العيد هنعملها مع بعضنا ان شاء الله. طبعا انا حطيت كوبايه السمنه، كوبايه الا ربع سمنه على زيت. عايزه اقول لكم دي كفايه هتلم العجينه. انا كنت بسيب حبه دقيق يلموا بيهم العجينه، عايزه اقول لكم اللي دي لمت العجينه بسم الله ما شاء الله، كانت العجينه تحفه. هنا بقى حطيت نقطه زيت من تحت واحط نقطه زيت من فوق. عايزه اقول لكم احنا الرقاق الناشف عملنا العجينه ناشفه سنه ويابسه، دي خليناها طريه شويه. وبعد ما عجنتها هغطيها بكيس واسيبها ترتاح نص ساعه. ما بسيبش اي حاجه تتخمر. تمام. بعد نص ساعه هجيب الصينيه اللي هقطع عليها، بحط حبه دقيق صغيرين، لكن الدقيق الرقاق الناشف بيحب الدقيق الكتير، الرقاق الطري مش بيحب الدقيق الكتير. هنحط بقى حبه زيت على الرخامه، ونلوك العجينه بتاعتنا. بعد ما ارتاحت بقت طريه وناعمه ومش قادره اقول لكم سلسه وجميله جدا. ادي للعجين راحته، خليه يرتاح، هيبقى حلو جدا. طبعا هنقطع كرات صغيره، هقطعها اصغر من بتاعه امبارح، لان بتاعه امبارح كانت الرقايه كبيره بتتنى مني على ظهر الصينيه. هنا دولت هيعملوا بالظبط 27 كوره. عايزه تصغريهم عن كده تاني صغريهم، لان الرقايه الطريه احنا مش بنحب تبقى كبيره، لان احنا هنستغلها كذا استغلال. ممكن هنعملها بدل العيش التورتيلا، بدل العيش السوري، هنعمل منها فطيره، هنعمل منها حاجات كتير جدا طعمها حلو جدا وهنفرح بيها اولادنا. بصوا انا قطعت العجينه بتاعتنا. هنبتدي بقى ايه، هنحط حبة دقيق صغننين. العجينة بقى بصوا طرية وناعمة وسلسة وجميلة جدا. حاجة اعملها بالعجلة؟ لا، هي عايزة مني النشابة التقيلة ديت. مسافة ثواني هتلاقيكي فردتش الرقاية. بصوا رشة دقيق فوق وتحت وتفردي، رشة دقيق فوق وتحت وتفردي. هشتغل شغلي كله بالنشابة التخينة ديت، مش هشتغل بالعجلة. بصوا دي بقى احنا بنحتاجين الرقاية دي تبقى ايه، ملحمة سنة، مش عايزينها تبقى رقيقة او بصي وعلى ايدك كده بترقيه، عشان لو حبيتي تعمليها سندوتش، حبيتي تعمليها اي حاجة تغمزيها باي حاجة تبقى سهلة معاكي. احنا امبارح خبزنا في الفرن، النهارده خبزنا فوق البوتاجاز اهو. لو العين بتاعتك بتطفى حاولي ترفعي الصينية فوق الحامل بتاع العين عشان ما تتطفاش. بصوا عايزة اقول لكم الرقاية بتقب، ريحتها حلوة جدا. اول ما تاخد كده سنة حمار كده هبتدي اشيلها من على النار، بتقلبيها يمين وشمال وبتشيليها. مفيش اسهل من كده. انا حبيت اللي انا اجرب لكم في الفرن واجرب لكم فوق البوتاجاز. هنعمل واحدة تانية مع بعض. حبة دقيق صغيرين هحطهم على الرخامة، وحبة دقيق فوق العجينة بتاعتي، وابتدي افرد بالنشابة بتاعتي، وترفعي وتمسحي كده بالدقيق وتحطي وترفعي تاني ايه وتعملي. بصوا شايفين الجمال؟ شايفين الفقاقيع اللي طلعت منها واللون بتاعها؟
جامد جدا. الرق الطري بقى يا جماعه لما تطلعيه لازم تطلعيه على فوطه وتغطيه عشان خاطر لازم يكون طري، ما تسيبوش للهوا ينشف. غير الرق الناشف كنا بنسيبوه معرض للهوا عشان احنا عايزينه ناشف. تمام. هنعمل بقى برضو واحده تاني مع بعضينا. مفيش اسهل من كده. بتشيلي وتحطي حبه دقيق وتفردي بالنشابه بتاعتك. جامد جدا. كفايه الطعم، كفايه اللي هو مختلف عن طعم بره خالص يا جماعه. بره بتاع بره بيحطوا عليه نشا مغيرين في طعمه خالص. بيبقى مجلد وطعمه مش حلو. ربنا يا رب يحسن سوقهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا. بس انا بقول للست الموفره الاقتصاديه تعمله في البيت. زي ما قلت الست العامله، الست اللي ما تقدرش تعمل، الست اللي عايزه تشتري تشتري. بصوا بقى بنخبزه على ظهر الصينيه، ما بياخدش ثواني. تقلبي يمين وشمال بتعمليه. وبصي بيقب منك كده اكنك بتعملي عيش، وجنبي الفوطه بطلع عليها وايه وبغطيه. مسافه ما بحطه الصينيه سخنه بيشف. بصوا عملنا بالكيلو دقيق كميه كويسه جدا، 27 واحده. بصوا طري ازاي، شايفين لونه. تستخدميه بقى كعيش سوري، كعيش تورتيلا، تستخدميه كانه كريب، تعملي فيه شاورما، تعملي فيه اي حاجه، تاكليه مع جبنه وبطيخ، تاكليه مع بيض، تاكليه. بصوا يعني بجد تحفه تحفه. كفايه اللي هو فيه قيمه غذائيه عاليه، فيه لبن، فيه سمنه. بره هتشتريه ما فيهوش كل الحاجات اللي انت بتحطيها دي. شايفين الكميه اللي اتعملت قد ايه؟ طبعا تحفه وجميل جدا. انا هنا بقى وانا هنا وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. ربنا يرضيكي ويكبر بخاطرك يا رب. لا تحطي لي كومنت حلو ودعوه حلوه وتصلي على الرسول في الكومنتات وتقولي انت بتتابعيني منين. وكمان لو عملتي لي مشاركه للفيديو يبقى شاكره ليكي جدا وفرحتيني وبسطتيني جدا، لان المشاركه اللي انت هتعمليها هتفيدي بقى حبايبك واصحابك وانا كمان هستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.